السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. اليوم جبت لكم كعك النقاش اللي راهو يبان قدامكم في الفيديو، ما شاء الله عليه، يسخف ويجي بزاف بنين، وهو يعتبر من الحلويات الجافه. وراح نحشيه لكم بالغرس، وراح نعطيكم لا كاليتي نتاع الغرس المليحه كامل اللي تخدموا بها وما تخافوهاش كامل. فوالا راح نعطيكم كامل لي مارك اللي نخدم بهم، سواء مارغرين سواء زبده سواء زيت، نمدلكم كل حاجه، يعني نمدلكم كامل لي زاستوس. ومن اليوم حاجه زدتوا تشقوا روحكم ما تقولوا كيفاش انا نجرب الوصفه هذيك ما تخرج ليش، راكم تشوفوا فيه بعينيكم شحال راهو طري. والغرس نتاعي ثاني طري ما شاء الله، الزبده يعني جربوه اكيد راح تعاودوا تقولوا لي واش رايكم فيه. شوفوا كيفاش راه يعني يتفتت وحده وحده. وصراحه انا كانت عندي كونتيتي تاع عرس، مي حبيت ندير لكم كونتيتي صغيره، حبيت ندير لكم كيلو صغير باش تخدموا به في بيوتكم. فوالا اول حاجه هنا عندي كيلو خليط بين السمن وزبده، السمن درت تاع مدينه وزبده درت تاع فلوريال، تعرفوني بلي نخدم توجور بهم. ودرت هنا زوج مغارف كبار زيت، انا زيت نخدم توجور باليوم. وزدت درت هنا رشه خفيفه نتاع ملح ما يقارب حوالي 4 مغرفه صغيره. وزدت رحت جبت سكر كلاص، درت هنا زوج مغارف كبار. للامانه انا هنا سكر كلاص خدمت بالهدى، نغربل السكر كلاص نتاعي مليح. نعرفوا بلي السكر كلاص كي ما نغربلوش راح يدير لكم واحد الحبيبات في العجينه وما حاجه تنجح معاكم. لازم كل حاجه تغربلوها باش تنجحوا العجينه تاعكم، يعني تجيكم ما شاء الله. فوالا وانا هنا زدت درت مغرفه كبيره نتاع حليب لحظه، وزدت رحت جبت كيلو نتاع حليب، يعني نص كيلو حليب، ونكملها بالمزهر نحطها معاهم. ونزيد نروح نجيب هنا رشه خفيفه نتاع لاليفور، هي اللي راح تعطيك هذيك الهشاشه اللي كعك النقاش تاعك، وهي اللي راح يعني هي اللي راح يعني ترجعه خفيف، يعني العجينه ما تجيش ثقيله وما يجيش يقهم. فوالا وانا هنا زدت رحت درت نص مغرفه كبيره نتاع لافاني باش تعطيك النكهه مليحه في الكعك نتاعك. ونخلط الخليط تاعي كامل. شوفوا انا ديجا كنت درت ما ظهر درتو شويه بارد، يعني خرجت من الفريشيدار مباشره خدمت به. كيفاش يعني جمدت لي هذيك السمن والزبده. من نتوما جبتوه نص ساعه من قبل وخلوه يريح، من بعد خدموا به باش ما تجمد لكمش الزبده والمارغرين. فوالا انا خلطت الخليط تاعي كامل وبديت نضيف الفارينه بالتدريج ونجمع الخليط تاعي. هنا الفارينه ما لازمش عليكم تدلكوها، لازم تجمعوها غير بطرف الاصابع برك باش تنجح معكم لاغوصات. يعني معروفين بلي الحلويات كامل ما لازمش تعجن العجينه تاعك وما لازمش تدلكيها، غير بطرف صبيحتك برك لازم تكوني معاها خفيفه ظريف وتكمليها ثمثم باش تخرج لك يعني طريه وتسخف. فوالا فوالا انا نلم العجينه نتاعي كامل بيا ونخليها تريح لي حوالي نص ساعه، ومن بعد نعاود نولي ليها نوزنها. بطبيعه الحال نكون غلفتها في ساشي. انا هنا بعد ما خليتها ريحت لي رحت جبت الميزان نتاعي وراح نوزن العجينه نتاعي 30 غرام، يعني تجي حبه في المعقول. فوالا نكمل نوزنها كامل نخليها اكوتي، ونزيد نروح نوجد الغرس نتاعي. هنا نجيب الغرس، انا الغرس تاعي كنت ديجا فورتو، ونجي نضيف له حوالي مغرفه كبيره نتاع جزلان محمص، ونزيد نضيف له مغرفه صغيره نتاع لافاني، ونزيد ندير له على شط مغرفه برك نتاع خميره الحلويات باش يخرج لي خفيف، ويعني ما يجينيش ثقيل وما يجيش يابس لداخل. ونزيد نضيف له هنايا مغرفه حوالي مغرفه تاع السكر هذاك اللي تجي متوسطه تاع السمن. بس نضيف لها نفس الكميه نتاع الزبده، وكنت قلت لكم بلي السمن تاع فلوريا السمن تاع مدينه عفوا وزبده تاع فلوريال. ونوعيه الغرس اللي كنت خدمت به خدمت بالغزاله، انا توجور نخدم بغرس الغزاله، يعني ميور غرس ما شاء الله، ويجيكم بزاف طري ومضمون، ويعني مامسي ما يجيش فيه العظم بزاف، يعني قليل وين تلقاي عظمه هكذا في النص. فوالا نخدم به يعني ميور كاليتي، اكيد رايحين نجربوه وما حاجه تندموا عليه، ويعني الكولر تاعو بزاف باهي كي تكملوا طيبوا يجيكم شغل الكولر تاعو يرجع لك شغل تقريبا كورونا، يجي بزاف الشباب. فوالا انا هنا خلطت كامل حتى ذابت لي هذيك السمن والزبده نتاعي في الغرس، ونروح نجيب الماء زهر ونبدا نضيف غير بالعقل ونخلط حتى نتحصل على غرس يكون طري. فوالا نروح غير بالعقل برك ما نضيفش بزاف لانه عندي كميه صغيره.
فوالا هاي طريه يعني بما فيه الكفايه، راهي مليحه ما شاء الله. نروح نجيب الميزان ونوزنها 12 غرام. كنت درت العجينه نتاعي 30 غرام والغرس نتاعي 12 غرام، وزن كامل ونحطو اكوتي. ونروح نجيب العجينه نتاعي، نجرب اني نحلها على شكل مستطيل كيما راكم تشوفوا، يعني نروح لها غير بالسياسه برك، ونجرب اني نرققها شويه باش من بعد كي نطويها راح يخرجوا لي الطويات ولا الطبقات تاعهم راح يجوا ما شاء الله باينين، وتجيني العجينه خفيفه بطبيعه الحال. فوالا ونروح نجيب الغرس نتاعي، نزيد نعاود ندير له حربوش يعني بين يديا، راح نلقاه بزاف هايل وطري يعني وما حاش يتعبني كامل في خدمته. شوفوا شحال راهو ساهل ثم ندير حربوش تاعي. فوالا ونديرو فوق العجينه نتاعي ونجرب اني نخرج لها الهواء، لانه هذا كاك النقاش تاعي اذا قعد فيه الهواء اي حاجه كتجي راح ديري لها الحشوه تاعها لازم تخرجي لها الهواء، لانه اذا قعد الهواء لداخل راح تدي فورما لك هذيك الحبه تاعك ما تخرج لك الشابه. ونرولي عليها غير بالعقل برك. فوالا ونزيد يعني كيفاش نقولوا نسي نكبر شويه هذاك الحربوش نتاعي. فوالا ونروح نلصق الجناب مع بعضهم. انا هنا كديري الحشو تاعك جربي انك الجهه ديري الحشو تاعك واصل حتى للطرف، والجهه الاخرى خلي حوالي 1 سنتيم ولا نص سنتيم باش ديري العجينه داخل الخطه يعني ويجي الحشو مع بعضه. فوالا كملي الحبات نتاعك كامل ويعني وفينيهم بها وحطيهم لداخل هذا المول. يعني صراحه انا هنا كان عندي هذا المول حبيت نخدم به، يعاونك بزاف بزاف، وانا صراحه عاونني بالبزاف يعني يدير لي كيفاش نقولوا يعني شوف هذوك الخطوط اللي يديرهم لي انا نروح نتبعهم بهذاك بالمول تاع النقاش هذاك بالقطع تاع النقاش نتبعهم، يعني تجيني الحبه كامل قد بعضها ويجي ما شاء الله الرسمه تجي هايله بزاف بزاف. وانتم اللي ما عندهاش هذاك المول تقدر تخدم بلا بيه، يعني برك دير كما نقولوا حنا غلاق ولا بوشون نتاع قرعه تاع ما ولا تاع اي حاجه، ودي يعني ودي الحربوش تاعها عليه ولا يعني راكم فاهميني، يعني دير دويره تاعها عليه وتبع يعني تنقش بهذا النقاش. فوالا يعني انا نروح لها بالعقل ومن بعد نروح ندخلها للكوشه الطيب لي. انا هنا قبل ما تطيب نكون ديجا خليتها ريحت لي حوالي نص ساعه، ومن بعد ندخلها الطيب لي في الكوشه مده 20 دقيقه على 180 درجه باش عدلها من الفوق باش ترجع لي صفراء، واللي حبت يعني تحب هذاك اللون دوغي بزاف ولا ذهبي تقدر تزيد لها. هذه هي كيفيه تاعي تاع نهار اليوم، واللي جربتها تقدر ترجع لي في الكومنتير واش رايها فيها، ولا كش ما شافتني ما درتش حاجه ولا نسيت حاجه ولا تنبهني فيها ونستفادوا من بعضنا. تهلاو لي في رواحكم وتهلاو لي في الفيديو وبقاو على خير.